استغفر الله العظيم. اللي شاف الحلقه بتاعت الكابتن اسامه نبيه وقبل كده الكابتن ايمن، الاتنين دول كانوا مدربين لمنتخبات مصر في اعمار عمريه مختلفه ومستغربين من الفشل. واحد بيعين لا مؤاخذه اللعيبه المميزين عشان لما نتاهل واحنا ما تاهلناش، كلام في البح في الجلاش. واحد شايف ان كرة القدم 10% تاكتكس، وكان قاعد مع المدرب الاجنبي بلسان حزومه باين تقريبا، كان قاعد بيتعلم ويقبض فلوس، فمسخه من 6 اللاسيدي. وطبعا ده ما ينطبقش خالص على الجوز دول خالص. انت بقى ادرى، انت اعلم، انت نبيه. ولكن حرفيا لحد امتى هنتاجر في الفشل؟ لحد امتى هنصدر الفشل واحتمال نكسب بالصدفه ويبقى جامدين؟ لحد امتى هنعتمد على ضربه ثابته عشان اسامه نبيه يقول لك انا التوفيق وعدم التوفيق كان ممكن اصعد تاني؟ ضربه ثابته يعني مهاره فرديه، يعني سعادتك كل سنه وانت طيب. 3 مباريات فنيا على الابيض، على الابيض، خلص الكلام. لو شفت واحد من الاتنين دول في تدريب اي منتخبات بعد كده في منتخب مصر، حسبي الله ونعم الوكيل.